السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. المرة اللي فاتت اتكلمت على مرحلة بداية المشروع، وقلنا إن أهم حاجتين فيهم مرحلة اللي هي الكوميونيكيشن، اللي هي الاتصال أو وسائل الاتصال أو الاتصال ما بين الإدارات وبعضها، وتاني حاجة اتكلمنا على الدوكيومنتيشن، قلنا الورق. هكمل من ورا كده. خلينا أقول على حاجة الأول. تعريف المشروع من التعريفات الكتيرة اللي موجودة إن هو end over unique project. يعني إيه؟ حاجة ما اتكررتش بقى في مكانها، في السبيكس بتاعتها، أيا كان هي إيه، مش دي قصتي خالص. ليها بداية وليها نهاية. خلينا نتكلم إن برضه طبقا للستاندرز الموجودة أو طبقا للتعريفات الموجودة في 5 مراحل. مرحلة الانشيشن، ودي مرحلة بداية المشروع كلها، بنتعرف إيه هو المشروع، البروجكت شارتر بتاعه، الكوست، البادجت، بلا بلا الى اخره يعني. بعدين بنخش في مرحله ثانيه، مرحله التخطيط، عشان نخطط هنعمل المشروع ازاي. المرحله اللي بعدها مرحله الاكسكيوشن، التنفيذ، هننفذ بقى. بيجي معاها على طول المونيتور والكنترول، ازاي هتمونيتور المشروع بتاعك وتكنترول عليه عشان يوصل للنهايه بتاعته اللي هي الكلوزنج فيز، اللي هي مرحله الهاند اوفر. هبدا بالاول خالص بمرحله الانيشيشن والبلاننج. في بدايه المشروع عشان تعرف تعمل بلاننج كويس لازم تقرا. انا عارف انك جربت كتير وخبرتك كبيرة جدا، بس خد بالك سبيكتس المشاريع بتتغير، الستاندرز بتتغير، سواء كانت ستاندرز حكومية، كانت قوانين، كانت حاجات دولية متعارف عليها. فأي حاجة، حتى البرامج اللي بتشتغل بيها الفيرجن بتاعها بيتغير. من كام سنة ما كانش فيه بيم وريفت و إلى آخره، دلوقتي بقى فيه. قبلها كان فيه الأوتوكاد، قبليه ما كانش فيه خالص. فبناء عليه لازم تقرا عشان تعرف ايه الجديد جوه السبيكس على المشروع. كده كده الامبلوير هيكتب لك الريكويرمنت بتاعته، هيديك السبيكس بتاعته. عشان كده اوعى تقول ان انت فاهم وعارف كل حاجه. اقرا برضه زياده تاكيد. بعد ما تقرا قرر بقى هتعمل ايه. ودي اول حاجه خالص. طب ليه بقول لك اقرا؟ عشان حضرتك كمثال مثلا البروجكت كواليتي بلان، هتروح مطلع البروجكت كواليتي بلان اللي انت قدمتها في المشروع اللي فات وتقدمها تاني. هتروح جايه لك على طول ريفايز اند سبميت. ليه؟ عشان في شويه حاجات هو كاتبها لك وهيقول لك ريفير للريكويرمنتس مش موجوده. طب تعالى بقى الاول، بدل ما هو يقول لك ريفير للريكويرمنتس والكلام ده كله، وبعد ما انت قريت نعرف المرجعيه بتاعتنا. مش احنا اتفقنا كل حاجه ليها مرجعيه؟ الايزو 10005 ده جايد لاين فور بروجكت كواليتي بلان. لما تخش جواها هتلاقي سطر كده موجود بيقول لك ايه؟ ان البروجكت كواليتي بلان دي سواء كان عندك كواليتي مانجمنت سيستم او ما عندكش تقدر تعملها. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان حضرتك لو عندك كواليتي مانجمنت سيستم برافو، هي البروجكت كواليتي بلان هي الكواليتي مانجمنت سيستم بتاع المشروع. فبناء على كده لو حضرتك عندك كواليتي مانجمنت سيستم اصلا اوريدي موجود عندك، يبقى البروجكت كواليتي بلان بيسموها كده ايه؟ بيس اوف كيك. يعني كيكه، حاجه بسيطه جدا بالنسبه لك، سهله، هتبتدي تريفير للي انت بتعمله وهتلاقي الامور ماشيه معاك تمام. طب انت ما عندكش خالص بقى، يبقى البروجكت كواليتي بلان بالنسبه لك هنا بقت مهمه جدا، لان هي اللي هتحدد مين بيعمل ايه فين وامتى وازاي على ليفل الكواليتي بتاع المشروع كله، مش على تسليمات الاي ارات في الموقع والحاجات دي. ده بدايه من اول الاورجانيزيشن شارت او البروجكت شارت لحد ما نوصل للهاند اوفر، شامله بقى ماتيريال، شامله ديزاين، شامله اوبريشن، شامله مونيتور للكاليبريشن، معدات، وير هاوس، اتش ار، وات ايفر اللي موجود جواها. فتيك كير من النقطه دي. ال 10005 في اخرها كنز، مديك 3 تمبلت للبروجكت كواليتي بلان. واحد خاص بالانجينيرنج، والتاني خاص بالبرودكشن او الحاجات اللي بتطلع برودكتس، والتالت خاص بالسيرفيسز زي مثلا الاي تي سيرفيس، الحاجه الديجيتالايز والكلام ده كله. وكمان في الاخر خالص عامل لك حاجه في منتهى الجمال، مديك ريفرنس، كروس ريفرنس ما بين الكلوزز بتاعت ال 10005 والكلوزز بتاعت 9001، عشان لو انت عندك كواليتي مانجمنت سيستم تعرف ايه اللي عندك هنا في الكواليتي مانجمنت سيستم تسمع في ال 10005. فبناء عليه تعمل كروس ريفرنس بين الاثنين وتطلع حاجه يونيك. عندنا مشكله كبيره جدا بتبقى حاصله في المشاريع بتاعتنا، ان احنا ما بنحضرش البدايه والنهايه. ليه؟ عشان مش كل الاستاف بيجي في الفتره دي. عمر ما في مشروع هيبدا ب 100 واحد مره واحده. في حاجه في المشروع اسمها البيك، بنكمل شويه بعدين الاستاف يبتدي يعلى معايا مع ارتفاع رتم الشغل، وبعدين يرجع يقل تاني عشان نقفل. ما احنا قلنا ان هو دي بدايه ودي نهايه. عشان كده في ناس كتير مش هيحالفها الحظ ان هي تبدا مشروع. فبناء عليه لازم تعرف لو اتحطت وشاءت الظروف ان انت تتحط في بدايه مشروع او نهايه مشروع تعمل ايه. خلينا في البدايه بقى. اول حاجه خالص زي ما قلنا اقرا.
اقرا السبيكس. بعد ما تقرا السبيكس حدد البروجكت ديليفربلز الموجوده. انت اللي هتحددها؟ لا، غالبا الكونتراكت اللي موجود هو اللي هيحدد لك دي. الريكوايرمنت بتاعت الامبلوير اللي هيحدد لك. في ناس بقى عندها حته زياده، يبتدي يقول لك لا انا السيستم بتاعي قوي فانا هقدم 1 2 3. مثلا عندك ايه هي البروجكت ديليفربلز بالنسبه للكواليتي؟ اول حاجه خالص بسم الله الرحمن الرحيم البروجكت كواليتي بلان، يليها لسته من الميثودز والاي تي بي اللي هتشتغل في المشروع. لسته، ما بقولكش طلعها كلها. ليه؟ عشان مش طبيعي تطلع لي اخر اي تي بي في المشروع اول يوم في المشروع، مش احنا مكملين؟ فانت تقدر تقدم. طب انت راجل جامد جدا وعندك مكتبه ومعاك كل حاجه، طلع، مفيش مشكله، خد الابروفال الحاجه بتاعتك. بس خد بالك الابروفال اللي في الاول وارد جدا بعد شويه تعمل له ريفايز علشان يكون في ابديت جديد ولا حاجه دخلت، حاجه اتغيرت، اتظبطت الى اخره. طب بعد ما خلصنا نبتدي نسلم بقى الميثودز والاي تي بي. نصيحه، لو حضرتك في بدايه المشروع داخل اول مره مع كلاينت او مع استشاري جديد، ما ترميش كل حاجتك مره واحده، لان في حاجه اسمها البروجكت كواليتي اندكس، ده كي بي اي. من ضمن الكي بي ايز دي يقول لك نسبه الريجكشن. فلو حضرتك قررت ترمي له مثلا 1000 لوحه، ترمي له 100 اي تي بي، ترمي له كل الحاجه اللي موجوده عندك مره واحده، وهو عنده نفس الكومنت، هيرجع ال 100 اي تي بي كلهم ريفايز ريسبميت، فيبقى عندك 100 ريجكشن 100 ريفايز، واللوحه نفس القصه. عشان كده في البدايه اتفق، اقعد اتكلم، اعمل كيك اوف مع كل الفانكشنز اللي موجوده، شوف ايه هي الحاجات بتاعتك. لو لوحه اتفق على الشكل العام، على الخرطوشه او البوردر بتاعتها، الباندا بتاعتها، الاختام، الاعتمادات، الحاجات دي كلها تتكتب ازاي، الطباعه، اسلوب الطباعه، اسلوب التسليم، والكلام ده كله مكتوب في البروسيجر اصلا، بس خلينا ناكد عليه شويه. وفي نفس القصه في الاي تي بي، اتفق على الاساسيات اللي موجوده، السبيكس اللي موجوده، وتيك كير وانت بتكتب الاي تي بي. انا مطلوب مني اعرف هتوافق ازاي، ما هو حضرتك مديله انسبكشن تيست بلان. انا هتست ازاي؟ هتست مثلا سويل كومباكشن. السويل كومباكشن ده ليه ليميتس، فلازم تحط لي الليميت بتاعه. ليه اكسبتنس كرايتيريا، لازم تحطها لي ريفرنس لايه؟ للستاندرد والسبيكس، وغالبا السبيكس هتريفير للستاندرد. عشان كده سلاحك في البدايه هيكون القرايه، تقرا السبيكس كويس، تكون اوير بالستاندرد، اوعى تحفظ، اقرا، لان في النهايه ده اوبن بوك، معاك الحاجه اللي موجوده تقدر ترجع لها وقت اللزوم. ان شاء الله هنكمل الحكايه بتاعت بدايه المشروع مع الدوكيومنتيشن الموجود في كبسوله جديده، وباذن الله يكون علم ينتفع به. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.